تصريح خطير جدا لفايزة كيليان مبابي في أول ظهور لها الجزائرية الأصل بعد أن قام يمين يامال ببكاء ابنها، وأيضا مبابي يبكي داخل المباراة. تصريح خطير جدا حيث ظهرت وهي تقول: لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد حول هذا الخبر الحصري ونعلم تفاصيله، إذا كنت ترى الفايزة بأنها جزائرية وأصيلة اضغط لايك للفيديو لكي ينتشر. بعد ساعات قليلة جدا من مباراة فرنسا ضد إسبانيا لم يظهر الديك كما ظهروا في مباراة المغرب. نعم، إنها الحجرة، حجروا على المغرب لأنه منتخب قوي جدا وأرادوا إسقاطه بمؤامرة، حيث لم يلعب منتخب المغرب جيدا، وكان الاستحواذ والتسجيل والتمرير وأيضا الدفاع كله لصالح فرنسا، ولم نرى أبدا حارس مرمى المنتخب الفرنسي. لكن في مباراة أمام إسبانيا اتضح بأن الديك ليسوا بديك فرنسيين، بل إنهم كتاكيت مغرورة. وقامت إسبانيا لاروخا الثور الإسباني بهزيمة فرنسا ب2-0، ثم بكى كيليان مبابي في الملعب، ويرى مراقبون بأن كيليان مبابي أيضا قامت بالبكاء بعد خسارة ابنها للقب وضياع الكأس منه.